اسمي الحركي باران. اسمي النظامي مهند علي العساف. مواليد 1997. تولد النشوة الغربية. سكنت الحدادية. نحن 6 شباب و6 بنات، وأبوي وأمي. أنا أصغر واحد بالعيلة بين الشباب والبنات. هلا بالنسبة للدراسة أنا درست من الصف الأول ووقفت بسبب الأحداث اللي صارت. طلعت لبرا على لبنان مشان أساعد عيلتي بالمعيشة. أشغال حرة، عمار، مساعد يعني زريغ أو بلاط، أعمال حرة يعني. ما في شغل إنه أساس إنه معلم أنا فيه، أما على عامل على أيدي معلمية. ظليت بلبنان حول السنتين. كانت يعني بداية الجيش الحر هون عنا، أنا ما حضرته. وقت جيت من لبنان لغاية أواخر جبهة النصرة، طبعا بعد سنتين من جيت يعني. وبلشت داعش عنا هون، يعني بلش فصيل اسمه داعش. بالأول اسم داعش، شوي شوي صاروا باسم الدولة الإسلامية. صاروا يعني شوي شوي يستولوا على الحكم هون بالمناطق عنا. دير الزور، بالشدادي، طبعا الحسكة ما أخذوها، بس الأرياف. وصاروا يضغطوا على الشعب يعني من ناحية الدخان وما دخان، انه ليش ما عم تنقبي. ما حدا يعني كان بالنسبة لدولة داعش هنا مرتاح منها يعني صار في يعني اي واحد بده يكفر مباشر قطعوا راسه، اللي بده يسرق قطعوا ايده. يعني ضغطوا على الشعب كثير يعني. اوقات الصلاة يعني خلاص بدك وقت الصلاة تترك كل شيء وتروح على الجامع يعني. هاي اسمها ضغوطات نفسية يعني. الدين يسر مو عسر، فداعش ضغطت على الدين. يعني ما اجت داعش بالنسبة لداعش يعني لا رفع راية لا اله الا الله حقيقة، يعني اجت لضغط على الاسلام يعني. ضغط على الاسلام كثير يعني بالنسبة لداعش يعني. وعندك القصاصات، بدك يصير اي قصاص بدك تحضرهم، كان طفل صغير ولا بنت صغيرة ولا نساء ولا شباب ولا ختايرية ولا كبار في السن عجائز، يعني بدها تحضر القصاص. يعني هالشي هذا كان حرام يعني. هالمناظر هاي على الجهال يعني، على النساء يعني، الأطفال صغار يعني. حرام المناظر هاي اللي كانت عم تصير من قبل داعش يعني. بالنسبة لداعش ضغطت الشعب كله يعني ضغطت بشغلات كثيرة. وصارت عندهم الغرامات المالية وغرامات الزكاة يعني الزكاة اليوم لازم توزع على الفقراء يعني. هن ما عندهم لا فقراء ولا أغنياء، كله بده يدفع زكاة، إن كان فقير ولا كان غني يعني. وما شايفين كان في ديوان زكاة، ما شفنا ديوان الزكاة يقدم أي مساعدة لأي عائلة فقيرة، لأي نهائيا بالنسبة للموضوع هذا. أول ما دخلوا داعش بالمناطق هذيك، بالمناطق الحسكة يعني، وكان النظام السوري يحاول انه يطلع داعش من هالمناطق هذيك، ما قدر. بالنسبة للنظام السوري اخذوا اكثر مناطق الحسكة المدينة من النظام السوري، دخل فيها الحزب واخذوا المناطق المدينة من داعش، وقدموا حتى وقفوا الخماين. تعرفي على الحزب يعني، كانت داعش هون عندنا بالمناطق هون، فلجأنا إلى منطقة الحسكة. وبعد ما حرروها القوات قصد من مرتزقة داعش، يعني لجأنا لهذيك المناطق بسبب ضغوطات داعش اللي كانت عنه هون يعني. ضغطوا على الشعب من أي شغلة صار فيها قطع روس. فوصلنا إلى المناطق هذيك يعني. أنا ولادتي بالنشوة الغربية، وفي لي عمام هناك بالنشوة الغربية، وفي لنا بيوت بالنشوة الغربية.
فرحنا على المناطق ذي، قالوا مناطق أمان من جهة قوات غصد. فرحنا على المناطق هذيك، وشوي شوي صرنا نتعرف على الحزب، يعني اطلعنا على طريقة الحزب، كيف معاملة الحزب مع المدنية، يعني ما في تفرق، ما في أي تفرقة من ناحية الحزب، يعني إن كان صغير ولا كبير عندهم كلمة هافال يعني رفيقي. يعني هاي الكلمة حلوة، يعني مو مثل أي قطيع إن كان يعني فيه سلطات أو في تفرقة أو في أي شيء. فهذا السبب يعني خلانا أنه نفوت على قوات غصد. يعني كنا عددنا تقريبا شي 45 شاب، فتنا باتجاه قوات غصد، يعني بعد ما يعني شفنا معاملتهم الطيبة مع الشعب، ومعاملتهم يعني كتير منيحة، وما في تفرقة لا بين أي شخص كان، كله هبال بس، يعني ما في تفرقة. ففتنا ودخلنا بالقوات غصد. كان في رفيق هنيك مسؤول عن يعني بعض الرفاق، فدخلنا عليهم هنيك وقلنا له بدنا ننتسب يعني إلى قوات غصد، لأنه قوات غصد ما في يعني أي تفرقة بين أي شخص كان. فدخلنا لقوات غصد وقبلونا وهلوا ورحبوا فينا، وأحلى ملاقاة وأحلى معاملة، وأعطونا المعنويات الكاملة. يعني صاروا يشرحون لنا عن الأوضاع، أو أوضاع إنه شان الشعب والشعب اللي كان حاكمه داعش هون، يعني إنه هدفنا إنه تحرير داعش، يعني نحرر المناطق من داعش، يعني على الضغوطات الصايرة على الأهالي هون اللي عم يعانوا منها أهلنا وناسنا، يعني بمناطق الشدادي ودير الزور والرقة ومنبج وبعض المناطق الأخرى. يعني فدخلنا بالحزب، وشوي شوي صرنا نمشي هون. يعني صار تاريخ انتسابنا إلى الحزب 2014. هلا بالنسبة يعني لقوات غصد عرفتنا على شغلات كثيرة، يعني بين الحياة المدنية والحياة العسكرية. يعني هلا بالنسبة لأي فصائل كانت غير قوات غصد، يعني ما كان في عندهم قيمة للمرأة، يعني إنه المرأة بتشارك بأي شيء أو بحملات، يعني خلص بس الرجل. هون فتنا بقوات قصد مع الرفاق، علمونا يعني ومعاملتهم ولهم يعني قوتهم يعني معنا ومعنويات، يعني ويعطوا شغلات كثيرة يعني على هالشغلات هي. يعني فصار بيناتنا يعني مداولات يعني بين الرفاق. يعني حكينا عن حقوق الرفيق المرأة، وفهمونا شو حقوق الرفيق المرأة يعني عليها، يعني لها حقوق كثيرة كانت رايحة منا بسبب الفصائل الثانية. يعني فقوات غصد هون يعني علمونا على شغلات كثيرة. كانت الحياة المدنية عنا نحن يعني خلص المرأة بالبيت وبس، فهذا الشيء غلط. المرأة لها حقها مثل ما الرجل له حقه. يعني هلا بيقولوا المرأة ما لها شيء، يعني بس بالبيت بس، هذا الشيء غلط بالنسبة للموضوع هذا. يعني المرأة لها دور كبير بالحياة، لها دور كبير كثير، يعني تمثل شغلات كثيرة يعني. هلا بالنسبة كمان للتعارفات، يعني الرفاق عرفونا على شغلات كثيرة، يعني مو بس قوات كردية، لا، يعني في مسيح، في درز، في عرب، في من مناطق كثيرة، يعني مثل ما تقول من دول برا. أي يعني مسيحي، درزي، يعني عربي وكردي، كله مع بعض. يعني هلا بيقولوا إنه الأكراد بس، لا، هاي الشغلة غلط. يعني في قلت لكم أنا، هل كل من أي ما تقول عرب أو مسيح أو درز مع بعض، يعني كلهم قوة واحدة مثل ما تقول. فاليوم نرجع على شغلة داعش ولا النظام السوري، ونرجع قوات غصد، يعني شو الفرق بيناتهم؟ يعني عندك داعش سلطتها قوية، يعني تضغط على الشعب ضغط، يعني بضغط غير مباشر، يعني أهمها
يعني خلاص بدك تسوي هاي الشغلة هاي بدك تسويها، ما بتسويها يستخدم معك أسلوب قصاص، قطع يد، هالضغط هذا. فهذا الشيء غلط. عندك النظام السوري، يعني النظام السوري كله يعرف شنو سوى بالشعب، يعني السجون تحت الأرض ولا التعذيب ولا يعني شغلات كثيرة. يعني بالنسبة للنظام السوري إهانات على الحواجز، يهينوا الشعب، يعني كان مرأة أو رجل أو طفل صغير أو ختيار أو ختيارة بيهونوه، يعني ما عندهم أي مشكلة يعني بالشغلة هاي. ففتنا على قوات غصب. قوات غصب بالنسبة لقوات غصب معاملتها يعني على أي حاجز كان أو أي منطقة كانت يجوك بأسلوب حلو، هافال هافال يعني رفيقي، يعني إذا يكون حتى مرتكب جرم يجونك بطريقة هافال، هافال يعني رفيقي. يعني هالمعاملة هاي تكفي بالنسبة لقوات غصب. يعني في فرق شاسع بين النظام وداعش ولا جبهة نصرة، في فرق شاسع بين قوات غصب وهالقوات هاي. هلا مشينا بالنسبة لحملة شدادي عامة يعني بال 2015 أول ما بلشنا بالحملة من هنيك بانتشار مع مساعدة الرفيقات والرفاق بقوات غصب. طبعا جينا حملة كاملة. أول ما بلشت الحملة من الشرق من هنيك، يعني بلشت بمنطقة الهول وبلشت من الغرب، بلشت منطقة يعني الخمايل وما خمايل، المناطق هاي وتل أبيض وما تل أبيض. والوسط بالنسبة لمنطقة الشداد يعني كانت بالأوسط. يعني بلشت الحملة تمشي باتجاه السد، الميلبية، الكرامة. ويعني بالنسبة للحملة الشرق من هنيك وصلوا لحد منطقة العمو، ريف يقولون ريف العمو ورويس والتل الشاير. وصارت فيها يعني معارك، مو هذيك المعارك القوية، يعني بسيطة. ضحينا ببعض الشهداء الحمد لله، ما راح بعض الشهداء كثير، يعني عدد خفيف الحمد لله. وبالنسبة لحملة الوسط من هون ما صار معارك، يعني بسيطة، من السد للعريشة للقاهرة لمنطقة الحدادية لمرقيبة لسراب، لحد ما وصلنا الشدادي. هون صارت في معارك بالنسبة للخط الأوسط، يعني صارت معارك يعني هون أكثر شيء بالشدادي، يعني حول 4-5 أيام ظلت المعارك بين داعش وقوات غصب. فالحمد لله بفضل الله، بفضل القوات، يعني قوات غصب تغلبنا على داعش. صح راح لنا شهداء بس ما خسرنا أعداد كبيرة الحمد لله من الشهداء، لأنه الرفاق كانوا يعني عندهم دقة عالية بالقتال وما يخلوا أي رفيق يفوت يعني هيك أو هيك دون خطة يعني. وبالنسبة للخط الغربي يعني فتنا حملة كمان عن المناطق هذيك من تل أبيض وما تل أبيض، كمان خسرنا شهداء بس مو هذاك العدد. يعني ما صارت معارك، أكثر شيء بطرمبات رفيع. طرمبات رفيع صارت بيناتنا معارك. منطقة قطاع طرمبات رفيع يعني هي جاي من منطقة أبا خشب، جاي من زينة مبرج. يعني هون وقت وصلنا المناطق هذيك يعني بالطرمبات صارت بيناتنا معارك بيننا وبين داعش. فطلعت علينا النساء، نساء داعش طبعا منقبات، يهلهلن على أساس أنه فرحانات بجيش قوات غصب. فطلع كمين لأنه
خلصنا من حملة الشدادي تحولنا إلى حملة منبج، اللي كانت معارك قوية فيها هنيك. طبعا بالنسبة الرفاق والرفيقات يعني كانوا إيد واحدة، وكانوا الرفيقات يعطي معنويات عالية للرفاق، يعني حتى الرفاق يشوفوا إنه الرفيقات واجدات وهيك، يعني ياخذوا معنويات عالية. فأنا بالنسبة لي ظليت بحملة منبج 45 يوم مع عدد كبير من الرفاق والرفيقات. فمشينا حملة منبج، يعني كانوا يزرعونا فيها ألغام، بس ألغام مو قوية كتير، خفيفة كانت يعني. فصارت فيها معارك كتير، يعني راح منا شهداء كمان، بس مو هذاك العدد الكبير الحمد لله. يعني كان في يروح منا ضحايا كمان، انه ما في اي معارك تصير من دون ضحايا. فمعركة الأرياب بالنسبة للمنبج كانت خفيفة. أكثر صعوبة كانت علينا هي معركة القتال الشوارع مع داعش. فظلينا حملة هنيك لمدة 45 يوم، وأنا نزلت يعني كملوا فيها الرفاق، يعني صار تبديل وكملوا فيها الرفاق هيك حتى تحررت منبج. بعد ما خلصنا حملة منبج انتهت معانا حملة منبج. طبعا راح لنا شهداء بس مو أعداد كبيرة، ولكن حررنا منبج من مرتزقة داعش. فجينا لهون على مناطق الشدادي. بعدها مشينا حملة أبو خشب. حملة أبو خشب أكلت معنا 4 أيام، يعني هي منطقة ريفية، هي يلي فوق طرمبات رفيع لهنيك وجاي من زينة مبرج. يعني أكلت معنا الحملة 4 أيام، أخذناها من داعش ووقفت الحملة عنده. فقلبت الحملة، مشينا على حملة الكرامة، الجزرة والكرامة مشينا فيها حملة. دخلنا حملة الكرامة وظلينا 22 يوم لحررنا الكرامة. راح منا شهداء كمان، ولكن كمان وقعنا فخ نفس فخ طرمبات رفيع من قبل نساء داعش، وراح عنا شهداء ضحايا بسبب نساء داعش. منطقة الكرامة بالمدينة نفس الطريقة، يعني صارت خدعة علينا، انه على اساس ان النساء بيهلهلوا انه فرحانين بقوات قصد، ولكن هم نساء داعش. وبعد ما خلصنا حملة الكرامة والجزرة حررنا المناطق هذيك كلياتها. فرجعنا إلى البيت وريحنا شوي، وصارت عنا بداية حملة الرقة وما رقة بلشنا. أنا رحت لهنيك مع الرفاق كمان بال2017 الشهر الرابع 20/4. ففتنا حملة الساعة 2 بالليل. أنا نحن 4 رفاق ومعنا رفيقات كمان. دخلنا على حملة الطبقة، يعني أنا ورفيقات. فمشينا لنفوت حملة لجوا على المنطقة. يعني نحن كنا ماشيين على طريق فيه سواتر تراب. أول ما قطعنا ساتر، ثاني ساتر، ثالث ساتر حاطين فيه لغم. يعني عدوا رفيقين أو 3 ماني متذكر زيادة، والرفيق الرابع كان قدامي دعس على اللغم ففجر فيه واستشهد، وأنا ضرب وجهي وعيوني، انضرب باللغم. فيعني أنا صاحي أول ما تصاوبنا حسيت إنه شيء لمع بوجهي. عرفت إنه يعني أول ما فقع اللغم فكرته شيء عبوة ناسفة أو أي شغلة أو شيء، ولكن عرفت إنه لغم، لأنه الرفاق اللي كانوا معي اللي ما صابون شيء يعني حكوا لي إنه لغم، والرفيق هذاك استشهد. تصاوبت، أخذوني الرفاق على مشفى ديريك، ضليت بغيبوبة لمدة 12 يوم.
فقت من الغيبوبة، كنت بالعناية طبعا. فلقيت الدكاترة فوقي هنيك، فسألت الدكاترة أنا وين، قالوا لي أنت بالمشفى. وسألتهم عن وضعي إنه عيوني مطمشين ووجهي مطمش، كان يعني متشوه وجهي من الضربة. فاجوا دكاترة يعني خبراء من برا، يعني فحصوا وضع عيوني وهيك، فطلبوا إحالتي على باشور، فحولوني الرفاق لهنيك للعلاج. رحنا على باشور وشفنا الدكتور. يعني أول ما بلشنا يعني قال الدكتور إن شاء الله يعني إنه إصابات عيونك برانية، يعني قرنيات ومو أكثر، يعني شبكيات عصب بصري سليم، أقفاء زجاجية سليمة، بس عندك أكثر شيء متضرر العدسات والقرنيات. فبلش الدكتور بالتنظيف العين، يعني من البرادة اللي فايتة بعيني نظفها، مع حط ضغط فيها زيت الشمع. فأعطاني مراجعة لمدة 3 أشهر، ورجعت على منطقتي كلها برا. يعني برا عملياتي برا بتذكرها كلياتها برا، لأنه بس عيوني، أنا ما في إصابات ثانية بجسمي. وجهي تشوه، بس وجهي ما بأي عملية، يعني بس إنه انضرب مثل ما تقول بارود أو شغلة. فرجعت على منطقتي وجيت هون. فقوات غصت لقتني يعني، وبالنسبة لي يعني ماني زعلان على انه فقدت نظري بالإصابة أو شيء، لأني ماني مسوي شيء غلط. كنا نقاتل ندافع عن أرضنا وشرفنا، وهذا الشيء يرفع الرأس لنا. بالنسبة لنا نرفع رؤوسنا بإصاباتنا فوق، ويعني ما تكسر شيء من معنوياتنا. فأخذوني الرفاق إلى بيت أهلي. فوصلت بيت أهلي الساعة 2 بالليل. طلعت أمي وأختي، أول ما شافوني صاروا يعني هلهلوا إنه رجعت بالخير والسلامة. وكانت أمي أول شيء شوي زعلانة، ولكن بعدين قالت ارفع راسك، لأنه الحمد لله ما تصاوبت، يعني كنت تدافع عنا وعن أرضنا، وارفع راسك فوق بهالشغلة هاي. والحمد لله يعني والدتي كانت معنوياتها قوية، تعطيني المعنويات، وأختي، وكان معي واحد من أخواتي بالبيت كمان الشباب كانوا يعطوني معنويات يعني بهالشغلة هي. يعني الحمد لله بالنسبة للوضع هذا هيك، حتى ما نستمر على العلاج يعني، والأمل ما انقطع إن شاء الله. هيك يعني وقت جينا عادينا. بعدها انتقلنا بيت القازية، يعني بيت الجرحى. بالنسبة لنا يعني معنوياتنا عالية، مو بس أنا مصاب، في عدد من الرفاق يعني مصابين. أما يعطوا بالوردات ويناقشوا ويمشوا إدارات، يعني لسه بعضهم على يعني يعطون دروس سياسية. يعني بالنسبة لنا يعني صح أن جرحى ومصابين، يعني في رفاق فاقد إيده عينه إجره، هذا الشيء ما يعني ما وقف الحياة. يعني بالنسبة للشغلة هاي، إن إحنا كرفاق جرحى نرفع راسنا بهالشغلة هاي لفوق، ولحد الآن باقين على رأس عملنا. يعني بالنسبة أنا بدي أقدم كلمتي للقائد عبد الله أوجلان. يعني أنا قبل ما أفقد النظر قرأت بعض الكتب للقائد. فالقائد يعني قائدنا العظيم، يعني اللي بده يقرأ كتب القائد يعرف أنه القائد عبد الله أوجلان يفدي نفسه للشعب كامل. بالنسبة للقائد، قائد عظيم. كل من يقول أنا قائد، ما بقائد بعد القائد عبد الله أوجلان، لأنه قائد عن حقا وحقيقة. ما بنى الحزب بالتفرق، بناه على كلمة هافال رفيقي. يعني بالنسبة لي باسمي واسم الجرحى واسم جميع قوات قصد أقدم تحياتي للقائد، ولا حياة بدون القائد.